علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دخل ذات ليلة على امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعمر كان يجلس ويكتب مرتبات الموظفين، وبجانبه فتيلة توقد بالزيت. لم يكن يجلس في ضوء نور النيون ولا الفلوروسنت، انما كان يجلس في ضوء مصباح زيتي. ولما دخل عليه علي ساله امير المؤمنين: اجئتنا يا علي في امر يخصك ام امر يعم جميع الامة؟ فقال له علي: ولم تسألني هذا السؤال يا امير المؤمنين؟ قال له: ان كنت جئتنا في امر يعود على الامة بالخير تركت المصباح مضيئا